مساء الخير يا حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي. في الاول كده هصلي على النبي زي ما اتعودنا عليه في الصلاه والسلام. النهارده هنعمل مع بعض زبادول فراوله بطريقه سهله جدا وجميله جدا جدا زي بتاع الشركات، واحلى كمان وانضف وكل حاجه. هعمله لكم النهارده بطريقه سهله، بس اهم حاجه تشجعوني بتعليقات ولايكات وكومنتات حلوه زيكم كده زي قلبكم. يلا هنشوف بقى مع بعض الطريقه. معايا دلوقتي فراوله، ده ربع فراوله متقطعه ومنضفاه ونقعاه كله. معايا كوبايه حليب، معايا علبتين زبادي بلدي او مغلف عادي، معايا 2 فانيليا، معايا باكو كريم شانتيه. فدلوقتي هنعمل ايه؟ الفراوله بتاعتنا كده، وبعد كده بقى هنضيف الباكو كريم ده اهو، بعدين هنحط الاتنين فانيليا. طبعا الفانيليا بتدي طعم جميل، انتوا عارفين كده. هنحط الزبادي بتاعنا كده اهو، هنحط العلبة التانية، وهنحط 4 معالق سكر. على فكرة السكر حسب الرغبة بقى، سكر حسب رغبتكم. هنحط كوباية الحليب بتاعتنا، وهضربه في الخلاط عشان ما ازعجكمش بالصوت، وارجع لكم تاني. انا ضربته في الخلاط، بصوا قوامه، بصوا شايفين عامل ازاي، بصوا الجمال عامل ازاي، والله العظيم احلى من بصوا شايفين الجمال. طبعا بقى التزيين ده بتاعكم. نحط بقى الفراولة كده، بصوا عامل ازاي، بصوا الجمال جميل جدا جدا جدا. بصوا يا رب الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى بشير واشتراك ولايك ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.